لو عاوز تتفرج على كل ماتشات الفوتسل والهاندبول والفوليبول في الدوري الاماراتي، نزل تطبيق سماشي هتشوف كل حاجه لايف وحصري. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده في سماشي سبورت. هنتكلم النهارده عن ختام الجوله الثانيه من كاس العالم وافتتاح الجوله الثالثه، بس في البدايه ارحب بزميلي الدائم محمد هشام. ايه عامل ايه؟ عامل ايه الاخبار؟ كله حلو. ايه رايك في الجوله بتاعت امبارح؟ الجوله كانت الختاميه في الجوله الثانيه. طبعا اول ماتش امبارح كان موجود، كان اليابان. الكاميرون وصربيا. الكاميرون وصربيا الاول. آه. نتكلم عن الكاميرون وصربيا. كان الماتش منتهي 3-1 بالظبط. بس خبره ابو بكر انا مسميه ابو بكر بس خبره ابو بكر طبعا، جون واسيست في دقيقتين حوالي. قدر ان الكاميرون تعمل حتى لو تخرج من كاس العالم، هي عملت انجح بديل لحد دلوقتي في كاس العالم طبعا 100%. اكيد طبعا. فبالتالي عملوا شكل كويس ليهم، حتى لو مش هيصعدوا هم يعني اثبتوا حضورهم. تاني ماتش كان فعلا ماتش غانا كوريا وغانا. غانا كانت نازله في الاول عندها وحشيه غير طبيعيه. 2-0 في وقت قليل جدا. بس هم يعني منتخب كوريا طبعا بوجود الهينج ميسون كان عندهم الخبره الكافيه ان هم يقدروا يرجعوا في الماتش. برضو غانا في اكتشاف فيها قدوس بتاع قدوس دي طبعا الناس عامله عليه ضجه كبيره. بس خليني اقول ان اليابان يا كوريا معلش عايزه تعمل كل حاجه، يعني عايزه تجيب الجون الفريق كله بيجري مع بعض ويرجع مع بعض، تبقى ضامنه ان الجون هيخش 100%. بالظبط. فاهم قصدي؟ ضيعوا كتير طبعا. قدروا يتعادلوا يرجعوا، بس يعني غانا كانت احق بالفوز. وقدرت يعني الماتش هرب منها سنه، بس قدرت تسيطر تاني على بالظبط على الماتش. هي نفس الحاجه برضو. لو ركزت على غانا مع البرتغال كان برضو ماتش خلصان بس تبديل نزل لياو خلص الماتش. فطبعا فوز مستحق لغانا امبارح. شايف ان الماتش ده ممكن يدي لغانا فرصه ان هي ممكن تتاهل لدور 16؟ لا، حظوظها هتبقى صعبه. حظوظها هتبقى صعبه حتى بعد مستوى اوروجواي امبارح قدام البرتغال. خلي بالك ان برضو ماتش اوروجواي وغانا ده هيبقى بناء على الماتش بتاع الدور 16 اللي كان اهلهم لربع النهائي. كان ربع النهائي. كان اتاهلوا سيمي فاينل. كان اتاهلوا النص السيمي فاينل وهو كان ربع النهائي طبعا. ايوب امبارح كمان طلع يعني قال تصريحات هي ما عجبتنيش. شايف ان هي ملهاش لازمه. قال لك ان احنا الماتش اللي جاي قدام اوروجواي ده هيبقى ماتش ان احنا ناخد حقنا من اللي حصل في 2010. ملهاش لازمه طبعا. كان في 12 سنه فرق. بس لا يعني انا شايف ان اوروجواي هتقدر تتفوق. اما بقى بالماتش الثالث طبعا تأهلوا البرازيل رسمي. تأهل للبرازيل. نيمار برضو مقصر. عارف انت اللي هو ايه المعلم بتاعهم مش بموجود بالظبط. خلي بالك انا برضو ما كنتش عارف اشوف مهاجم صريح امبارح في الماتش. خط وسطهم شالهم لدرجه في الاخر انت لقيت اللي جاب الجون كازاميرو. فبرضه منتخب البرازيل مش مطمن قوي. سويسرا عملت جيم دفاعي كويس. بس سويسرا عملت بس اصل انت البرازيل اي حد يلعب قدامك غير من التوب تيمز هيدافعوا يعني. والماتش الاخير كان البرتغال. تألق برونو امبارح. خلينا نقول لك ان رونالدو مركز دلوقتي. اقدر اقول لك دلوقتي يعني في الاول كنت بقول رونالدو مركز مع فكره يونايتد والكلام ده. خلاص فرحه رونالدو في الجونين. يعني الجون الاول هو في شك اللي هو حط دماغه فيها، بس انا شايف انها برونو فرحته غير طبيعيه. مش مهم، المهم الجون جه. ضربه الجزاء انا ساعتها قلت يعني رونالدو قاعد على الدكه زعلان دلوقتي. ايه رايك في ضربه الجزاء بتاعت امبارح؟ اما جت لا طبعا ضربه الجزاء طبعا. ضربه الجزاء خيمينيز لعيب اتلتيكو مدريد، لعيب ذكي. فهو بيقع. هو عارف انها هيحطها له من تحت رجله. فاهم قصدي؟ فهي طبعا 100% ضربه جزاء يعني. فبالتالي لا رونالدو فعلا اقدر اقول من مراته القليله نقول ان هو مش البوس، لا هو الليدر، هو القائد بتاعهم بالظبط. وكمان الماتش الثاني على التوالي بيخرج بيتبدل في الدقيقه 70 مثلا. خلاص بقى يعني. خلي بالك هو لازم برضو يستوعب. 30 سنه لازم يستوعب يعني عشان هو متقبل الموضوع ده. خلي بالك طلع يتقبل 100%. انا عايز اتكلم معاك النهارده في افتتاحيه الجوله الثالثه. عندنا اخر ماتش لقطر. ماتشات النهارده ماتشات صعبه. قطر وهولندا. ايه رايك في ماتش قطر وهولندا؟ ماتش محسوم. قطر كده طلعت خلاص. هولندا دي فرصه عمرها ان هي تثبت للناس ان احنا جايين مستوانا كويس، عاوزين نعمل سكور ونصعد اول مجموعه. يصعد اول. الماتش الثاني اللي زي ما قلت لك امبارح ده ماتش يعني عاوز اقول ده تكسير ضرب نار وتكسير، والاثنين هيكسروا عظم بعض. ان ده هي واحد. هولندا تقريبا حسمت ان هي اتوقع الماتش ده يخلص بالتعادل. انت تتوقع ايه؟ مش عارف، حاسس ان الماتش قريب من السنغال اكتر. السنغال اكتر.
طب عندنا بقى في المجموعه الثانيه المجموعه الثانيه دي ماتشات يعني مجموعه سياسيه كرويه. كرويه. فعندنا ايران وامريكا. تمام، ده ماتش سياسي بحت. من قبل الماتش وخلال الماتش المشاكل السياسيه اللي بتحصل في ايران اثرت على كيروش في المؤتمر الصحفي. كان في مشاده كبيره جدا بين كيروش وحد من الصحفيين بيقول لهم انتوا ليه بتسالوش ساوث جيت على الوضع في افغانستان وتسالوني انا على الموضوع ده. في امريكا نفس الكلام. امريكا نيجي بقى للناحيه الكرويه، امريكا دي فرصتها ان هي تتاهل. دايما السياسه دايما بتخش بالذات في الماتشات دي. شايف فرص امريكا كبير في التاهل؟ انا شايف ان ايران عندهم دفعه معنويه بعد المكسب الكويس قدام ويلز في اخر دقايق، فده اداهم دفعه معنويه. الناحيه الثانيه عندك امريكا، هم قدموا مستوى كويس قدام ويلز، ما عملوش حاجه كويسه قدام انجلترا. كان ماتش متقفل من الناحيتين، بس انا شايف ان ايران كفتها ارجح شويه عشان الدفعه المعنويه. الماتش الثاني انجلترا وويلز، ديربي بريطانيا، كلنا عارفين الماتش. انا شايف وجهه نظري محسوم لانجلترا. انجلترا خدت انتقادات كتير قوي في ادائها قدام امريكا، فهم عاوزين يثبتوا نفسهم قدام ويلز. اتوقع بدايه حتى يبتدي في فيل النهارده. اتمنى انه يبتدي في فيل النهارده. منتخب انجلترا ال11 الموجودين في الملعب، ال11 اللي في الدكه سوبر، كلهم سوبر. يعني جريليتش، فودن، اسمه ايه ده بتاع مانشستر، راشفورد، في كذا لعيب سوبر في الفريق طبعا. فعندك دكه محترمه واساسيين محترمين برضه. جوله هتبقى جوله ناريه زي ما بيقولوا. اتمنى صعود المنتخبات الافريقيه. اتمنى طبعا المنتخبات الافريقيه كلها التوفيق في النهارده ان شاء الله. كنت مبسوط ان انا كنت معاك النهارده. كانت حلقه بريف سريع كده عن اللي حصل امبارح والجوله الجايه، وان شاء الله نكمل معاكم خلال الايام الجايه في المونديال اللي انا شايف ان هو جامد جدا. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للشانل بتاعتنا وتتابعوا كل منصات السوشيال ميديا بتاعت سماش سبورت، وكمان تنزلوا الابلكيشن بتاع سماشي وتسمعوا البودكاست بتاعنا. سلام.